ما كانوش بيقبلوا بعض، يطيقوا العمى وما يطيقوش بعض. تقى كانت رافضاه تماما، وموضوعهم اتفتح بدل المرة 3 والرد 1. لا يعني لا. سبحان الله بقى، دلوقتي بقت تقى هي سعادته وانتصاره الوحيد، وهو حبها الاول والاخير. لما احمد اتقدم لتقى ما كانش حيلته حاجه ولا عنده شقه، فيا ترى بقى ليه تقى واحمد ما كانوش موافقين يرتبطوا؟ وليه ابوها اشترط ان روان تطلع من علاقتهم وملهاش دخل؟ مفاجاه عن الازمه اللي حصلت لهم من بعد الخطوبه، واحمد قال ده حسد. أحمد ما كانش بيؤمن بالحسد ولا بيحطه في دماغه خالص، لحد ما مر بأزمة نفسية ومالية صعبة جدا كانت بعد خطوبتهم على طول. كمان تقى تعبت ودخلت في دوامة كبيرة، وكانت شاكة إنه يكون جالها السكر، خاصة إنه وراثة في العيلة ومعرضة لده، ولكن الحمد لله طلع نقص شوية فيتامينات مش أكتر. رجعت تاني بقى لحياتها وشغلها بعد فترة من الغياب والاكتئاب. كانت دايما تتكلم عن إنهم بيمروا بمشاكل، والكل توقع إن في مشاكل بينها وبين أحمد، ولكن الحمد لله علاقتهم مستقرة ومتفاهمين. أحمد بعد اللي ظهر الساعات اللي فاتت كشف عن تفاصيل اللي كانوا بيمروا بيه الفترة الأخيرة، وأكد إن ده حسد. أحمد قال إنه خسر كل اللي حيلته، والمحل بتاعه كان خلاص هيتقفل، كان بينام في الشارع عشان يلحق ينقذ ما يمكن إنقاذه، والحمد لله ربنا قدره إنه يعمل كده فعلا. أحمد استغرب الناس اللي كانت بتحسدهم على الفيديوهات والصور اللي نشروها للخطوبة والعيد ميلاد، وقال إنهم بيوثقوا اللحظات الحلوة مش أكتر عشان يفتكروها بعد كده وتكون ذكرى ليهم، لكن حياتهم مش وردية، كلها حفلات ومناسبات. أحمد كان متضايق جدا من تعليقات البعض، واكد اكتر من مره انه مش بلوجر، وانه انسان طبيعي زيه زي الناس، وعمره ما كان ولا هيكون بلوجر علشان كان فيديو يعني بيعملهم، لكنه طول عمره شغال وليه شغله بعيد عن السوشيال ميديا. مش بس كده، قال كمان ان مش معاه ملايين الدولارات زي ما الكل متوقع، بالعكس بيجي عليه ايام مش بيكون معاه مليم وبيستلف فلوس، لدرجه ان الشقه اللي هيتجوز فيها هو وتقى لما اشتراها تاني يوم اجرها عشان بفلوسها يمشي شغله ويجهز نفسه للجواز. بخصوص الشقة بقى، أحمد لما تقدم لتقى ما كانش عنده شقة، وفعلا وفى بوعده وطلع قد كلمته، والحاج هاني كان عارف إنه هيعمل المستحيل علشان بيحبها. كتير كانوا بيسألوا تقى هي الشقة تمليك ولا إيجار، ولكنها كانت بترفض إن هي ترد، وشايفة إن دي خصوصيات، لحد ما أحمد قال في مرة أنا دفعت كل اللي حيلتي فيها، فالكل هنا فهم إنها تمليك. أحمد قال إنه مستغرب الشباب اللي بتروح تتجوز وهي مش جاهزة ولا عندهم شقة، لأنه عنده إخوات بنات وعارف اللي بيتقال من الأهالي وقتها. المفاجأة بقى إن رغم معافرة أحمد وتقى اللي يشوف علاقتهم ببعض يقول انهم بيحبوا بعض من صغرهم، خاصة ان العيلتين عيلة واحدة، ولكن سبحان الله ما كانوش بيحبوا بعض خالص. والد احمد هو اللي كان مصر انهم يخطبوا تقى، ولكن احمد كان رافض. هو كان رافض فكرة الجواز تماما، مش بيفكر فيه خالص، وتقى رفضته اكتر من 3 مرات لانها كانت خايفة على علاقتها تتأثر بروان وسلمى. ولكن يوم ما احمد راح يتقدم ما اتفقوش بقى على مين هيجيب ايه، لا اتفقوا ان الموضوع كمل ما كملش علاقتهم مستحيل تتأثر، هيفضلوا اهل زي ما هما بالظبط. والحاج هاني اشترط ان روان ملهاش اي دخل بعلاقه تقى واحمد وتخرج براهم خالص، وده عشان لا قدر الله ما تحصلش اي خلافات. احمد وتقى علاقتهم مثاليه، والكل شايف انهم لايقين على بعض جدا وشبه بعض، حتى هما نفسهم ما عرفوش ده غير لما اتعرفوا على بعض اكتر، لقوا انه فيهم شبه فعلا من بعض في كل حاجه، ذوقهم واحد في كل حاجه. احمد مثلا مسمي تقى على موبايله سعد، ودي مش مجرد اسم، ولكن هي فعلا غيرت حياته تماما للاحسن، وشها كان حلو عليه في حاجات كتير، وداعمه ومشجعه ليه وواقفه في ظهره. قال كمان هي اعظم انتصار ليا السنه دي، ودي اللي طلعت بيها. اما تقى مسميه احمد عزيز، وهو طبعا مشهور بالاسم ده، وده اول اسم اتعرف في العلاقه بتاعتهم، لانه كان بيتقال له عزيز ومحدش كان يعرف مين هو اصلا سعيد الحظ. رايكم ايه بقى في علاقه تقى واحمد؟ وتفتكروا فعلا كل اللي حصل لهم ده حسد؟